النهارده هكلمكم على اللوك الغلط، اللبس الغلط اللي ظهروا بيها فنانات في اوقات معينه من حياتهم. مش هجيب حاجات قديمه قوي لان انا ضد فكره بستفز جدا لما حد يجيب لي الصوره الفنانه من 10 15 سنه ويقول لي بصي كانت عامله ازاي وبقت ازاي. لا حضرتك، هو انا ممكن اشوف صورتك انت من 10 سنين كانت عامله ازاي، ما هو ده كله بيتطور وبيتغير وشكلنا نفسه احنا بنتغير يعني. ومش عيب ان واحده كانت مهمله في نفسها وكانت وحشه بقت احلى، دي مش حاجه عيب ولا تعيبها في حاجه يعني. هتكلم اول واحده هتكلم عليها النهارده هي علا غانم. علا غانم انا من الناس اللي بحب شكلها، يعني انا بحب شكلها الشرقي ده، وبحب تمثيلها، بحبها هي عموما يعني. كنت متضايقه جدا لما عملت شعرها بلاد، مش لايق مع درجه لون بشرتها خالص. يعني انا اتمنى ان هي ما ترجعش للوك ده تاني. هي كانت ناجحه جدا في الاحمر which نادر ان حد مصري ينجح فيه. كانت ناجحه جدا في الاسود في احمر اللي كانت عاملاه، لكن البلان ده بلاش. الاسود طبعا عليها انا بشوف ان هو التوب عندها. عندنا بعد كده هنتكلم على حوريه فرغلي. حوريه فرغلي هي بتمثل بالنسبه لي رحلتي من اليقين للشك. يعني هي اول ما طلعت البنت دي كانت رائعه، كل حاجه فيها مظبوطه صح، ماشيه صح. معرفش ايه اللي حصل خلاها تنحدر كده. يعني المفروض ان الواحد بيطلع بنفسه مش بينزل. انا ما حبيتش خالص اللبس اللي طلعت بيه في اخر فتره بالذات في المها الاخير. اتمنى ان هي يعني تحاول تغير شويه من الميك اب ارتست بتوعها، او ان هي تطور من الناس اللي شغاله معاها من التيم بتاعها. الفنانه لوسي، مع كل احترامي ليكي لان انا بحبك جدا وبحترمك، لكن انا للاسف لحد النهارده انت ما قدرتيش توصلي لحد يعمل لك ميك اب صح. يعني كل الوقت ده في حياتك الفنيه، كل السنين اللي قعدتيها دي ما قدرتيش توصلي لميك اب ارتست صح. واهم غلطه انا بشوفها انت مصره عليها هي حواجبك. الحواجب الرفيعه المرفوعه لفوق دي انا ضد ان هي تكون موجوده على وشك انت بالذات يعني. وللاسف اللوك ده كان من اوحش اللوكس اللي ظهرت بيه. انا ما عجبنيش خالص كل حاجه في اللوك ده من اوله لاخره كده. الميك اب محطوط غلط، الفاونديشن محطوط غلط، من واضح ان هو فيه SPF 15 او 12. وشك دهني جدا بيلمع في الصوره. ما عجبنيش خالص اللوك ده. عندنا كمان سمية خشاب. انا بفكر اغير اسم البرنامج ده واخليه مش هي دي مع سمية خشاب. يعني هي ظاهره عندي في حلقات كتيره قوي، بس هي ماتيريال يعني هي ما شاء الله عليها، ربنا يخليها لنا يعني. بصوا انا هسيب لكم انتوا تعليق على الصوره دي. هو انا عندي تعليق واحد بس. هي بالنسبه لي في اللوك ده شبه، كان عارفين كان في كرتون بتاع 100 وندر ميشن ده، كان في واحده شريره اسمها رويلا. هي بقى هي اخدت رويلا دي وعملتها بقى الفيرجن المصري، اللي هو بدل ما يبقى الشعر اسود فابيض هي عملته اسود في القصه الحمراء دي. لا حاجه فظيعه، بلاش يعني. محتاجه كل حلقه بقولها سمية خشاب انت محتاجه تطوير رهيب في نفسك. من الفنانات التانيين اللي عندنا مي عز الدين. مي عز الدين التاني مره انا بقول لك يا ريت تشتغلي على نفسك اكتر من كده. لاقي حد كويس يمشي معاكي، بلاش خالص اللوك ده، بلاش اللون. لون الشعر ده مش ماشي معاكي خالص. يعني انت بيضة جدا، ما ينفعش تحطي لون شعرك يبقى اللي هو مش احمر. يعني هو ده اقرب للنبيتي شويه. مش لايق مع درجه لون بشرتك نهائي. مي عز الدين انا كنت حابه عليها جدا البنيات. يعني انا البنيات معاها كانت عجباني قوي، بس انا برضو عندي مشكله معاها ان هي ما بتحطش ميك اب. يعني الالوان الفاتحه في الشعر تحتاج ميك اب خفيف بس يكون موجود. الشعر الاسود محتاج ميك اب شويه اتقل لان بيخلي الوش دايما بهتان اكتر. ما حبيتش قوي عليكي الشعر الاسود. انا بالنسبه لي كان البنيات دي هي التوب بالنسبه لك يعني. الاسود حلو عليكي مش وحش. لما بتعمليه بطريقه معينه اللي هو الويفي ده انا بحبه عليكي جدا. انا بس كل مشكلتي معاكي والله هي ان انت ما بتحطيش ميك اب صح. يعني حتى لو انت عايزه تطلعي مور سامبل، يعني ممكن تطلعي سامبل بس بطريقه يكون فيها ميك اب خفيف زي ما قلنا قبل كده، بلاشر لونه يكون مناسب معاكي. انا بفضل مع درجات اللون الفاتحه دي يكون براونز، ما يكونش روزات خالص. حطي ماسكرا، تعالي حطي الايلاينر على عينك هيكون خطير لان انت عينيكي حلوه واسعه. يعني في كام حاجه كده ممكن تعمليها تخلي شكلك احلى. انت حلوه خلي شكلك احلى. وفي الاخر انا بقول لهم كلهم بقى كده
مش هي دي خالص اللوكس اللي تجرؤوا ان انتوا تطلعوا بيها للناس.